ابو بدر في علم المنطق في شيء يسمونه قياس مع الفارق، يعني انت تجيب قياس وهذا القياس ضعيف اساسا. يعني لا يمكن انا اليوم بمقاييس المرحله دي كلها احط ريال مدريد حتى مع برشلونه 15 دوري ابطال مقابل 5 دوري ابطال لبرشلونه، 36 بطوله دوري، 27 لبرشلونه بطوله دوري. اذا كنا بنشبه نقول الريال بالفعل يشابه الاتحاد في الدوري السعودي، ولكن الاتحاد ما يشبه برشلونه، ما يشبه برشلونه، بالتالي هذا تشبيه معيب ولا يقاس عليه. والله كلمة معيب دي كلمة ما تليق بي وتليق بك. كلامك المعيب، انا كلامك معيب وانا اوريك. بس انت دوبك تقول على الجماهير وترفع الرايه البيضاء. خليني بس افهمك نقطة. لا 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 معلش، كلامك المعيب وباستمرار وباستمرار يا محمد الشيخ كلامك معيب وباستمرار، وليس جديد عليك العيبة، وليس جديدة عليك العيبة. لكن انت رجل في يوم من الايام جماهير الاتحاد بتقول عليها ترفع الرايه البيضاء. عيب يا عبد الله، لا عيب الكلام اللي بتقوله عيب، معيب عيب. خليني اقول كلامي بس، خليني كمل. اسمع كلامي بس. انت مضغوط يا عبد انت الله، تقول انه الاتحاد انه الهلال تدريب تدريب، واحنا نشوف خوسيوس خلال المباراه كيف معصب في الشوط الثاني. انت تتكلم عن جماهير الاتحاد تقول ترفع الرايه البيضاء. انت الوحيد في الكره الارضيه اللي قلت على هدف كريستيانو رونالدو هدف عادي، العالم كله والقنوات تقول. انت رجل في الكوره وما انت داري عنها، ما تفهم شيء في الكوره. رأيه ابو احمد. لا هذا عدم فهم. انت تنظر على الناس وانت ما تفهم ابجديات كرة القدم. خليني اروح